السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، عاملين ايه؟ ازيكم؟ معاكم حلقة جديدة ومحمد ناصر من بودكاست نو كومنت. والنهاردة بقى ايه، يعني انا كنت عملت حلقة قبل كده مع اخويا وكانت حلقة وحيدة اللي استضيف فيها حد، دي تاني حلقة واستضفت فيها او هستضيف فيها راجل يعني ابهرني بهدوء الصراحة في اكتر المواقف اللي المفروض كنا نبقى متوترين فيها. فانا هو ده السؤال اللي انا عايز بقى ابتدي ايه اساله لك في الاول. ماشي. معانا يا جماعة السيد هاني جورج. أنا يعني قابلته مرتين أو 3 مرات، بس الراجل الصراحة أبهرني بالهدوء بتاعه. ربنا يخليك. فيعني قبل ما نتكلم في موضوع النوستالجيا والحاجات بتاعت زمان واللي هنفتكرها، أنا عايز يعني أسألك إزاي أنت المرة اللي شفتك فيها وإحنا كنا طالعين في موقف المفروض إن إحنا نبقى متوترين فيه، أنت كنت هادي. الهدوء ده، هو الأول شكرا على المقدمة الجميلة بصراحة. ما لا يا وأنا عم وأنا أول عادي مرة والله. يعني أعرف موضوع الانطباعك عني في حتة الهدوء دي. هو المرة اللي بتتكلم عليها. آه، اللي أنت كنت شايفه ده المنظر الخارجي، من جوه كان فيه بوظان بوظان. اه بس منظر البره هو اللي كان هادي. لا بس آه، هقول لك على حاجة. هو الفكرة مش المنظر بس، هو انت برضو هي الفكرة في انك انت تعرف تكنترول نفسك. مم. انك انت يعني دماغك ما تخرجش عن السيطرة، وانت عرفت تعمل ده. الحمد لله، يعني نعمة من عند فاهمني؟ ربنا. ويعني ممكن تكون بحكم الشغل برضه، يعني أنا كان في شغلي كان لازم يعني حتة إن أنا ما أبينش أي impressions أو expressions، إذا كنت مبسوط فرحان مش عارف إيه، يعني كل الإكسبريشنز دي كنت بحتاج إن أنا كنترولها قوي في شغلي. لحد ما سبته. ف بس واضح إن هي فضلت معايا حتة الكنترول دي. لا الحمد بس لله. هي حلوة، بتديك ادفانتج عامة. يعني هي بتديك ادفانتج عن غيرك، انك انت وانت واقف على المسرح بتعمل ستاند اب كوميدي. انا نسيت اقول لكم يا جماعة، يعني هاني جورج بيعمل ستاند اب كوميدي بقاله يعني زمن وقت طويل مش قصير. وراجل الصراحة يعني متمكن أكتر مني بكتير في الموضوع ده. أنا جربته العفو. مرة ولا مرتين العفو. والموضوع بصراحة موتر قوي لدرجة إن أنا يعني ببقى شايل الهم وأنا طالع. فعشان كده أنا عايز أوصل إن الراجل ده ما شاء الله عليه كان يعني متمالك أعصابه لدرجة يعني حسستني إن أنا كده عايش في ابتدائي يعني. لا، العفو العفو، هو بس بالتدريب. فبس مم. اه ما هو لا يعني الموضوع ده فعلا بيدي ادفانتج كويسه، ان انت في غيرك او يعني في غيرنا كان طالع او مع انه لما بتبتدي الناس مثلا ما تضحكش او كده بيبتدي عارف التوتر يبان عليه. هي طبعا. دي الفكره. طبعا. ف... فكان حلو ان انت مش مبين اي حاجه، اللي هو يعني حتى لو يعني مم. الناس ما ضحكتش او كده، انت تمام. اه، تحس ان انت بالظبط. يعني اللي هو تمام يا جماعه عادي، انا هكمل انا مكمل يعني. اه، بالظبط بالظبط. فعن موضوع الحلقة دي بقى على النوستالجيا، أنا من كام يوم كده كنت قاعد بكتب حلقة. مم. فاللي فتح الموضوع ده بالنسبة لي، أو لما قلت لك تعالى نتكلم فيه، مم. هو المكتب بتاعي اللي أنا كنت بذاكر عليه تقريبا من ابتدائي لحد دلوقتي لما خدته بقيت بسجل عليه وبكتب عليه. فهل أنت الله. بقى يعني فهل أنت بقى في حاجة، مم. شيء آه. مكمل معاك كده من وأنت صغير لحد دلوقتي، والشيء ده أنت يعني معتز بيه لدرجة اللي هو يعني أنا مش عمري ما هفكر إن أنا أتخلى عنه، أو عمري ما يا أفكر إن أنا أفرط يا فيه أو نهار أبيعه ابيض. أو كده. بص، ان حاجه تبقى معايا من طفولتي لحد دلوقتي، ده يعني لا، مفيش للاسف. لكن كان في حاجات بتقعد معايا معايا مراحل طويله. يعني في حاجة كانت تقعد معايا مثلا، طول ما أنا في المدرسة، وبعدين بعد المدرسة دخلت الجامعة، الشغل تبقى حاجة مثلا قاعدة معايا من المدرسة لحد مثلا الشغل. بعد الشغل بفترة أبتدي بقى في حاجة تانية داخلة معايا، عارف كده. إنما حاجة من طفولتي لحد أه دلوقتي لا، للأسف. وخصوصا كمان يعني أنا كان في أجزاء. يعني كان في المكتب بتاعي، زي المكتب بتاعك ده برضه فضل معايا في البيت لحد ما اتجوزت. بعد ما اتجوزت طبعا حلو. رحت بيت تاني، فخلاص فمش هاخده معايا. وباللي فيه يعني كان في بعض الحاجات، الذكريات اللي هي قاعدة معايا، يعني مثلا كان وقتنا زمان كان في قبل الشاتنج اسمه ايه MSN والاي سي كي والحاجات بتاعت زمان دي. كان في قبليها أه بقى الناس بتبعت لبعض جوابات.
وكان في حاجه اسمها الباي بال، سوري مش الباي بال. بين. في فيلد جديد. ده اسمه بين بال. بين بال اللي هو ما اعرفوش ده. بالقلم يعني اه. بين بال ده امم. كان زمان الناس بتراسل بعض، يعني كانوا يبعتوا جوابات لبعض ويبقى لك صديق او صديقة براحتك ايوه، اه انا في عارف الموضوع ده، المانيا، في صديق امريكا، مش مراسله عارف ايه بيسموه اه. صديق مراسله. بالظبط، امم. فهو صح. بالانجليزي بين بال. فهي بالظبط ايوه كده. ايوه فاهم. فهو كان الجوابات بقى بتاعت البين بالز بتوعي كنت محتفظ بيها في المكتب بتاعي. لحد بقى ما خلاص الموضوع ده عفى عنه الزمن، وبعدين وفرطت في الحاجات دي بسهوله؟ يعني لا مش ما بالسهولة، لا بتحسش انك طبعا. عايز، لا لا ما طبعا مش بتحسش بس. انك عايز ترجع تشوفهم تاني او كده؟ بص يعني ماشي، الفكرة بتيجي على بالي، بس برضو بتراعي بقى حتة الكالتشر بتاعتهم. يعني الناس دي بره لا، هم دماغهم غير دماغنا احنا كمصريين، او كالمنطقة بتاعتنا الشرق الأوسط، ناس عاطفيين أكتر، بنرتبط أكتر بالحتة بتاعت الصداقة والكلام ده. هم بره مصر لا، الموضوع ده مش قوي. فلما تيجي تكلم حد تقول له انا كنت البين بال بتاعك من 15 سنة، انت مين يا مش عم؟ هيفرق له. عارف اه. انت انت مين ايه اه. يعني؟ يعني كان في جوابات وكده. ولا في بالي حاجة. فقلت لا، يعني هتبقى ايه شكلها اود اكتر ما هي ممكن تكون حاجة يعني ظريفة. فخلاص كان هو انا ذكريات بس وحلوة السؤال اللي وبعد. عايز اساله، هو انت ازاي اصلا كنت تعرف تجيب يعني، او ايه اللي كان بيحصل انك تجيب عنوان حد فتعرف تبعت له؟ دي كانت بتحصل ازاي؟ هو كان حد مثلا انت كنت بتقابله في المدرسة او جامعة او كده، ولا اصلا انت حد ما لا تعرفوش اساسا؟ لا، دي بقى قصة بقى جميلة. كان في شركة زمان هي اللي متولية الموضوع ده. أنا ناسي اسم الشركة إيه. بس الشركة دي كنا بنبعت لها بقى جواب، فبنقول إحنا عايزين بيبقى ليهم ابلكيشن يعني موجودة، فبملى الابلكيشن ايوه. وببعتها لهم، وهم بيبقى الابلكيشن دي بفلوس. ده قصة. قصة وموال، وكنا بقى ده إيه. انا قلت الموضوع اسهل من كده لا بكتير. لا لا، زمان كانت الدنيا عايزة صبر. يعني انت بقى ايه، انت بتبعت للشركة وتقعد تستنى على ما الشركة ترد عليك، وبعدين بتبعت لك بقى اسامي الناس بعناوينهم بالحتة اللي هتبعت عليها. فتبعت للناس، وبعدين تبتدي الناس ترد عليك. اقل مسافة وقت بين كل جواب والتاني اسبوعين. خدت بالك؟ يا امم. يعني انت مش زي احنا دلوقتي دلوقتي. لو حد اتأخر هاي عن هاي رد المسج بتاعت الواتساب، هيقول لك ايه يا ابني انت؟ يعني انت اخدت دقيقة اول ما ترد عليا، يعني فاهم اللي هو في انت ايه؟ نسيتني، انت نسيتني ولا ايه؟ ممكن اسبوعين، فاهم؟ اه بالظبط. اللي هو تقريبا كان ممكن يعني عادي، اللي هو ممكن كان ابعت لك الجواب وتاني يوم اموت مثلا. خلاص شكرا كده، انت مش هتعرف غير بعد اسبوعين، فاهم؟ وبعدين بقى ايه، نقعد بقى نراجع ونشوف هو احنا كنا من اسبوعين قلنا ايه وكده، يعني عارف. ايوه صح. أنا نسيت اصلا فعلا. تحاول كنت تفتكر باعت لك الجواب ايه؟ كنت كاتب فيه ايه. هو انت كده بترد على ايه؟ انا كنت باعت لك ايه؟ اه. يا راجل. بس لا لا، كانت ذكريات. فالبروسيس دي نفسها كانت ذكرى حلوه وقعدت معايا. الجوابات بقى هي اللي ما قعدتش معايا بصراحه. ايه اكتر حاجة غير الجوابات، يعني شيء مرتبط بيه برضو من وانت صغير او فاكره من وانت صغير، وكنت تتمنى ان هو يفضل معاك بقى لحد دلوقتي؟ آه لعبة، كان في عندي لعبة عربية RC، عربية بالريموت. ف ودي كانت قعدت فترة كبيرة محطوطة كده في دولاب من فوق في حتة عالية كده. وكل ما اطلع اجيبها كنت طبعا ايه انت وراك مذاكرة، فاقعد ذاكر ومش هتلعب، فاسيب اللعبة شهور. وبعدين تيجي بقى اجي بقى اه في الاجازة عايز انزل لعبة، اجي انزل الاقي البطارية فضيت. طب عايزين نغير بطارية، والبطارية بقى كانت بتستخدم كم بطاريات مش عارف بتاع سبع تمن انا فاكر. بطاريات ولا وبعدين ايه. البطارية اللي كانت البطارية الكبيرة دي. 9 فولت، يا برافو عليك. اه. 9 فولت كبطارية. اصل انا يعني حلوة حضرت جدا. شوية من الايام دي. اه. بس طب يا دي النيلة، طب لسه هنزل واروح والسوبر ماركت بعيد اللي هجيب منه بطارية، طب خلاص خليني. طب اقول اه لبابا واقول لماما، طب ماشي لما نفتكر ابو بالظبط. ينسوا. فين جيت في وقت وجمعت هو انا مش هلعب البطاريات. بهم اللعبة دي بقى ولا ايه؟ جيت في وقت والحمد لله جمعت البطاريات، ركبت البطاريات، بشغل العربية ما بتشتغلش. باظت. الريموت باظ مثلا، فاهم؟ باظت. كل شويه كان من يحصل كده الركنة بقى حاجه. خلاص، ما هي زهقت اصلا، فاهم؟ خلاص. ومره تانية مش عارف بعد ما اشتغلت اتكسر فيها عجله حاجه كده، فيعني
العربية بعلبتها، وعلبتها كانت زي الفل وسليمة، والفوم بتاعها وكل حاجة، بس هي محطوطة في العلبة ما بتشتغلش، ما بتأديش الغرض منها. فين بقى هو انا جايبك عربيه، بس واضح ان انت يعني تتحطي في متحف. واندثرت اللعبة وما يعني، لا والفترة احنا اللي لعبت كان بيها. لا هو انا العربيات المرموت دي عامه، انا طول عمري لما اجي العب بيها احس ان انا يعني طفل من ذوي الهمم. لاني كنت اجي العب بيها لان كنت اجي العب بيها الريموت دايما بيبقى فيه زي اتنين جويستيك، واحد للاتجاهات يمين وشمال وواحد ايوه قدام ورا. قدام ورا، ايوه. فدايما عامل زي الراجل اللي مش عارف يركن، مش عارف يظبط اتجاهات قدام ورا، يظبط الدركسيون يمين ولا شمال، فاهم؟ ايوه 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 اظبط الدركسيون. انا مش عارف، طب انا المفروض امشيها قدام، حلو. اه امشيها اه قدام اوديها فين؟ ما مره تقعد. تعكس مني. ف... اشتغل ازاي دي؟ فوالله دي الحاجه الوحيده اللي كانت بتحسسني ان انا طفل من ذوي الهمم يعني. يا لهوي. اه حاجه تافهه جدا، فاهم؟ لا بس العربيات اللي الالعاب. كانت عندنا واللي عاشت معانا بقى انا واخويا كانت عربيات سابق ولاحق. حضرتها. اوكي اوكي. اخويا حضرها. ما حضرتهاش. اخويا اه. اخويا الاصغر مني حضرها، بس انا لا مش دي فاكرها يعني. خدت مننا يعني سنين. هي عربيات بقى، هي عربية بحجارة بقى، بس حجارة ايه، حجارة العادية اللي هي القلم، وبتشغل العربية وترميها على الأرض وتسيبها بقى تخبط في مكان ما تخبط. يعني اوكي. العربية كانت ما بتاخدش غلوة في ايدك، هي ما فيش حاجة توجهها. هي المفروض ان هي اصلا العربيات دي معمولة عشان تمشي في تراك. تمام. فهو التراك متحدد لها من اول لحد الاخر، اه، هي فما يعني بتروحش بقى هتخبط يمين وشمال. بالظبط. انما احنا بقى كنا بنلعب بيها ايه، في شغل الشارع. وارمي وسيبها اه. على الارض او في الشارع او في الشقه بقى او في اي حته. اوكي. فتجيب العربيه والعربيه تتكسر في يوميها، تتكسر تاني يوم. فانت طبعا. محتاج بقى طبعا. كل يوم تجيب عربيه بقى من العربيات دي. دي قصتي مع العربيات اللعبه. يعني عربيات اللعبه اه. بالنسبه لي اللي مرموط ما كنتش بعرف العب بيها، ودي كانت بتتكسر على طول. ف اوكي. فما عنديش كان خبره في في العربيات العربيات اللي القديمه يعني. هي العربية بتحطها على الأرض وتقوم ساحبها لورا شوية وتسيب فتنطلق. اه دي اسهلهم. دي اه. اسهلهم في الاستخدام يعني. وكانت بتعيش شوية، ما كانتش بتتكسر على طول. اه لحد ما الزمبلك بقى بتاعها يبوظ، عارف الحته اللي هي اللي بتسحب دي. ايوه دي ايوه. بتلاقيها بعد كده مع الوقت بقت خلاص ما فيش. انتهت، اه انت طبعا. بتفتكر ايه تاني من زمان؟ لا، قول لي الأول، انت عندك ايه تاني غير المكتب؟ عندي ايه تاني غير المكتب؟ من كام امم. يوم برضو بفتح الدرج بتاعي في البيت بتاع اهلي، اه. ولقيت شويه حاجات كده. عارف من اللي هي ايه، انا بحب اكتب من زمان كده كده، من حلو. ايام مثلا كنت في اعدادي وثانوي. امم. فبرضه ده غريب شوية، انت كل ما بتكبر تفكيرك بيختلف. فهترجع لو انت حد بيكتب يعني، امم. هترجع تلاقي نفسك هو ايه اللي انا كاتبه ده. اوكي يعني اوكي. فاهم، انت كاتب حاجات بتكرنج منها، عارف اللي هو ايه اللي انا كنت بعمله ده، ايه اللي انا كاتبه ده. والنهار يعني مثلا اه. انا مثلا كنت بكتب يومياتي ماشي. انا ماشي. دلوقتي لو بكتب يومياتي مش هكتبها بنفس الطريقة اللي مثلا كنت بكتبها بيه من 10 سنين. طبيعي. فاجي اكتب يومياتي مثلا افتح مثلا بالصدفة مثلا اجندة كنت كاتب فيها يومياتي، الاقي مثلا ايه، انا النهارده قابلت حد وارتحت له قوي قوي وحاسس ان احنا هنبقى اصحاب قوي فاللي هو ايه يا معلم ده. والحد ده اصلا بقى خلاص اللي هو ايه يعني، اه. يعني العلاقه بينكم خلصت بقى باي شكل من الاشكال، يا اما اتدك على قفاكم اوكي مشي، يا اما حصل بينكم خناقه فما بقيتوش اه. تتكلموا. اوكي اوكي. فهو انا ايه العبط اللي انا كنت فيه ده. النهارده مثلا رحت الماتش مع ولاد عمي وحصل مش عارفه ايه انا لو بحكي لحد مش هحكي له كده. يعني اوكي انا لو ماشي. بتكلم مع حد مش هحكي له بالطريقه دي. فده يعني ماشي. دي حاجه من الحاجات اللي هي ايه يعني معايا من وانا يعني من ساعتها موجوده، بس ما احبش ان انا افتحها وراها يعني. انا اوكي بحس باحساس كده، اوكي. عارف اللي هو غريب شويه، مش مبسوط قوي وانا بقراها. حاجات بس موجوده معايا من زمان. قول. بس هي ليها يعني، هي مهمة جدا. هي يعني اللي بتعمله ده كان مهم جدا وقتها، وهو اللي بسببه انت وصلت للمرحلة بتاعت اللي انت فيها دلوقتي. يعني لو ما ما كانتش هو اتعملت وقتها كنت ممكن هتعملها بعد كده، فكان الكرنجنج هيبقى اكتر. خدت بالك؟ هيبقى اكتر، فاهم؟ صح اه اه. صح. لان كنت هكتب حاجات مش مناسبه لسني ساعتها، فاهم؟ صحيح صحيح. يعني ساعتها كنت اكتب حاجات مش المفروض ان انا اكتبها في السن ده، فاهم؟ بالظبط لا بس بص هي الكتابة عامة حلوة، وانا من الناس اللي بتعرف تعبر اكتر بالكتابة من الكلام يعني. اوكي. يعني مم. لما اجي مثلا يعني انا بعتمد مثلا على الحلقات في ان انا لازم ابقى كاتبها.
اوكي لو مش اوكي. كاتبها او محضرها او محضر افكاري، ممكن تلاقيني بعطل لو لوحدي. لو معايا حد يعني، لو انا وانت اهو بنتكلم عادي، الكلام كده اه كده هيجيب بعضه لحد ما نلاقي نفسنا وقفنا في حتة سد، فاهم؟ فتمام. صح. بس دايما لو لوحدي لازم ابقى كاتب، وكاتب اوكي. كل الكلام اللي هيتقال. يعني حتى امم. مثلا لما جربنا نعمل ستاند اب كوميدي، الكام اوبن مايك اللي احنا عملناهم، امم. انا كنت ببقى كاتب كل حاجة، اوكي مش اوكي. سايب حاجة لصدفتها. صح صح. مش هعرف اعمل كده. ممكن في الاول، ممكن بعد كده ده يتغير، الله اعلم. بس عامه التعبير عندي بالكتابه اقوى من الكلام. ولذلك اوكي. بقى في مره من المرات رحت اوبن مايك ونسيت الورقه اللي انا كنت كاتب فيها، فالدنيا باظت مني خالص. يا نهار خالص ابيض. بقى يعني، اوكي. نسيت كل حاجه، اتوترت فنسيت، فما كملتش 3 دقايق وكنت بهبل قوي يعني فنزلت. اعتذرت ونزلت، اه فهي اوكي. كده يعني. انا هي عامة كل واحد من هو صغير بتحس ان هو شخصيته بتترسم بطريقة التعبير اللي هتناسبه او امم. مناسباه، او اللي هو بيعرف يعبر بيها اكتر. في حد هتلاقيه بيعرف يتكلم اكتر، وفي حد هتلاقيه بيعرف يكتب اكتر او يعبر بالكتابة اكتر. فدي كانت تقريبا هي دي الحاجة الوحيدة اللي امم. اللي مخلاني مبسوط ان انا كنت بكتب من وانا صغير. اكتر حاجة انا بحبها التيشيرتات الرياضية، مثلا تيشيرتات الأندية وتيشيرتات المنتخبات، دي برضو امم. عندي يعني، عندي حاجات منها من وانا صغير امم. كده. يعني الحاجة اللي انت عامة بتحبها او اللي هتلاقي نفسك متعلق بيها قوي، دي اللي هتحس ان انت يعني عايز تحافظ عليها، تفضل معاك لأبعد وقت يعني انت تقدر عليه. صحيح، بس الهدوم في حاجات تانية بتبقى، بتتنسي. بس الهدوم بيبقى الصعوبة بتاعتها بقى انه، طب انت راكنها بتتكسر ولا بتتوسخ؟ طب لو اتوسخت هتغسلها وبعدين هتكويها، ولا هتلبسها تاني ولا مش انت هتلبسها عارف تاني؟ المشكلة في ايه؟ وعارف ايه؟ انت عارف المشكلة ايه؟ المشكلة مش في حاجة من الحاجات دي. المشكلة في ان الهدوم دي اصلا ما بتجيش خلاص مقاسي، فاهم؟ اصلا يعني اوكي سيبك بقى ماشي. تكوي بقى ولا مش اه. تكوي، هي اه. متشالة تذكار باجي اوكي. البسها بقى. انت مش مقاسي خلاص، معلش انا امسي عليكي كده كل فترة وبتاع طب خليكي في المتحف. اه خليك بقى بالظبط زي العربية كده. في المتحف بتاعتي يعني. نفسي استخدمهم بس مش عارف. اه. اه. هي دي الحاجات بس. بس عامة أنا أبرزهم من المكتب، لأن المكتب كان معظم قعدتي عليه، امم. ومعظم الوقت لما مثلا ما ببقاش عايز أذاكر مثلا، فهو معروف في البيت إن إحنا قاعدين بنذاكر، فأنا مش امم. عايز أذاكر، فالموبايل بقى تحت المكتب كده وأقعد بقى شيت وبتاع. اوكي ماشي. ساعتها كان ساعتها طبعا كانت الموبايلات اللي هي بزراير. ف... امم. فالمشكلة إن الزرار كان بيتكتك. فيه 3 حروف و3 أرقام، اوكي. فأنت تكتكل الصبح بقى يعني. عايز تعمل يعني أنت عزل عشان تكتب بقى؟ السلام عليكم مثلا، أنت هتكتك مثلا 350 تكتكة عشان فضيحة تكتب بس لوحدها. السلام عليكم. فلا يعني، يعني برضو الحاجات عامة كان ليها طعم شوية يعني الحاجة لما كانت بتبقى صعبة أو أنت بتعملها وأنت ايوه، يعني حاسس في بقيمتها الخباثة قوي. كده، اه اه. وبعدين حاسس بقيمتها قوي، الحاجة دي لو ما امم. اتعملتش انت يعني عادي. دلوقتي شيدت ما شيدتش، ما الموبايل موجود طول الوقت، بقى حاجة عادية. الموبايل زمان عشان يجي اصلا ده كان قصة، يعني دايما في حاجة فهتجيب ايوه، كذا، حدث، في فاهم؟ حدث بيحصل اه يقوم مسكته موبايل على طول. بالظبط. انما موبايل بقى او اي لعبة او اي حاجة عامة زمان كده، هو الاهالي زمان كده، امم. وانت لازم يعني تعمل حاجة تنجح، تبقى كويس في الرياضة، تكسب حاجة، تعمل حاجة امم. فنكافئك. انما تعالى يا حبيبي ننزل نجيب انا هجيب لك موبايل كده لا ما ما فيش تحصلش. ولا تربية ما إيجابية كانتش ولا بتحصل. الكلام ده. لا ما كانش فيه الكلام ده. ولذلك ما احنا زي الفل اهو، كويسين والدنيا تمام وماشيين اه يعني. مش فاهم، اه اه. في بعض الناس تقول لك ماشيين بعلاج، بس لا، مش مش كده ما هو يعني. ماشي، ما ماشيين بعلاج، ما ده العادي، ده اه. السن، دي عوامل السن بقى والتعرية، فاهم؟ لازم كده تعرية. كده نمشي بعلاج. يعني دي كده كده عوامل السن، لازم في وقت آه. من الاوقات هتلاقي في ركبة بتطقطق، مفصل بيشد، فاهم؟ صحيح، سنة القولون بتقع بقى مش مش عارف. قادر خلاص.